السلام عليكم. طبعا اليوم بتكلم لكم عن التنشيف وأفضل طرق للتنشيف وكيف تنشف بطريقة أسرع، لأن الكثير منكم بيعانوا من حرق الدهون وبيوصلوا مرحلة ما بيقدروا إنهم ينزلوا نسبة الدهن أو الفات في جسمهم أكثر من اللي هم فيه. طبعا بس أول شي حبيت أقول لكم تسووا لي فولو في السناب شات وإنستغرام. بطولتي بعد 4 أيام منس فيزيك. طبعا هذه البطولة بتكون البطولة الثالثة لي والأخيرة لهذه السنة. المهم خلينا نخش في الموضوع. طبعا موضوع التنشيف أو حرق الدهون، ناس كثير يعني في معلومات كثيرة ناقصتهم عنه. طبعا لازم تعرفوا شيء، يعتمد على 3 أشياء، آه اللي هو الدايت والكارديو وبعدها المكملات. طبعا انا بالنسبه لي بتكلم بالنسبه لجسمي، وهذه انا طريقه انا استخدمتها وشفت فرق في حرق الدهون. طبعا في طرق كثير مختلفه وكل واحد له طريقته بس هذا اللي انا سويته واللي جربته مع الناس وهذا اللي زبط معي. طبعا بالنسبه للدايت 65% بتساعدك في حرق الدهون، والكارديو بنسبة 30%، والمكملات بنسبة 5%. طبعا كل واحد وجسمه حتختلف هذه النسبة. طبعا بتكلم لكم عن الدايت. الدايت طبعا لازم تتكون من 4 أشياء، من كارب، بروتين، وفات، وخضار، واللي تقدر تقوله منه فايبر. طبعا بالنسبة لي الجدول أنا ححط لكم هو في الوصف تحت شوفوه. طبعا أنا عادة الكارب الصباح استخدم الشوفان الأوت ميل ما تزيد عن 50 جرام. الوجبة الثانية رز 100 جرام مع بروتين 6 أونس يعني 170 جرام. والوجبة اللي بعدها حتكون بروكلي أو سبانخ، كوب سبانخ أو بروكلي مع 6 أونس بروتين. والوجبة اللي بعدها بتكون 100 جرام رز مع كمان 6 أونس بروتين. والجدول بحط لكم هو تحت لأنه شيء طويل وفيه شرح وتفاصيل. وطبعا لازم تدخلوا كمان فات، نسبة فات. الناس كثير يفهم يحسب ان انا بحرق دهن اروح ادخل دهن، لا، دخل فات صحي لجسمك. ايش في فات صحي تدخله لجسمك؟ مثلا ملعقة او ملعقتين زيت زيتون على حسب انت جسمك. افوكادو، انا نفسي استخدم افوكادو واستخدم اولموند بر اللي هو مو زبدة الفول السوداني، زبدة اللوز. زبدة الفول السوداني بنسبة السكر ونسبة الفات اعلى، هذه افضل اللي هي زبدة اللوز. طبعا لازم زي ما قلت لكم في الصبح انت حتاكلوا شوفان يعني اللي هو فايبر. والكارب طبعا حيكون حقكم الرز، تقدر تغير من الكارب تحط بطاطس حلوة. طبعا بالنسبة عن البروتين، افضل شيء بالنسبة للبروتين السمك والدجاج، صدور الدجاج. بعد عن اللحم الاحمر تقدر تدخله 4 أونس الصبح، يعني 4 أونس الصبح لحم بنسبة 99 صافي أو 96 صافي. بس اللحم نسبة الفات فيه مرة كثير والصوديوم جدا عالي. طبعا بالنسبة للصوديوم إذا أنت ما داخل بطولة وما أنت شيء ما يحتاج إنك تركز على الصوديوم كثير. بس اللحم كمان بيتخن بيمتن الجلد حقك. تاني شيء أشرب، حاول كل يوم تشرب جالون موية، يعني قريب 4 لتر موية تشربها. هذه بتساعدك في التنشيف. وبالنسبة للوجبات كل من 5 ل6 وجبات. ما الكمية ما تكون مفروض كبيرة، لا، بس ليش تاكل 5 ل6 وجبات؟ انت لما تاكل 5 ل6 وجبات بتقول لجسمك انه الاكل قاعد يدخل جسمي، الاكل قاعد يدخل جسمي، فجسمك يفضل يحرق. فهذا الشيء بيخلي جسمك ما يمسك في يعني في ما يمسك المواد اللي بيحللها من الاكل وما يرضى يتركها، لا كذا انه بيشتغل بيحرق. طبعا اول اسبوع اسبوعين حتحس نفسك مليان، بس بعدها جسمك بيستجيب. كل واحد طبعا حسب جسمه، والحرق عندك بيزيد اسرع واسرع. طبعا من ناحية الخضار حاول تاكل الهليون والاسبارجس. ليش؟ لانه هو لودر طبيعي للجلوكوز في الدم اللي هو السكر. وطبعا طارد موية طبيعي الاسبارجس اللي هو الهليون. طبعا من ناحية الكارديو أفضل أوقات للكارديو هي وقتين: الصبح أول ما تصحى على بطن فاضية تسوي حول 30 دقيقة، طبعا كل واحد حسب جسمه. 30 دقيقة طبعا أقل أو أكثر. وبعد التمرين 35 دقيقة. طبعا كمان كل واحد حسب جسمه حسب الدايت اللي ماشي عليه.
طبعا هذا بالنسبة للكارديو. بالنسبة للمكملات، في أشياء تستخدمها المكملات، طبعا بتساعدك في التنشيف زيادة. طبعا عندكم السي ال اي، كونجيجيتد ليونوليك اسيد. طبعا هذا عيار 1000 تقريبا في الحبة. انا استخدمه حبتين بعد كل وجبة، بعد اول 3-4 وجبات، يعني في اليوم باخذ تقريبا 8000. هذا بيساعدك انك يحول الفات لطاقة. عندكم الكارنتين السائل طبعا من شركة بروسب، جدا ممتاز، تاخذه قبل الوجبة ملعقة شاي او نص سكوب اللي هم حاطينه. طبعا الاي لود زي ما قلت نفس شغل الاسبارجس، بس هذا طبعا لو عندك تشيت ميل، عندك شيء تستخدمه حبتين، او تستخدم حبة مع 25 جرام كارب، او حبتين مع 50 جرام كارب. بيساعدك على انه بيدف الكارب والمواد الغذائية الثانية، بيدفها في العضل على طول. طبعا في هذا خلاصة الاسبارجس الهليون، طبعا شوية غالية، مو لازم تشتريها، بس انا بوريكم اللي بستخدمه. طبعا في عندكم زيت السمك، هذا جدا مهم، كويس لمفاصلك، اوميجا 369. تاخذ حبتين عيار 1000 في اليوم كافية. طبعا هذا بالنسبة للمكملات. هل لازم تستخدم مكملات؟ لا، مو لازم طبعا، بس انت ايش هدفك؟ تبغى توصل مرحلة اقوى، اوكي تستخدم مكملات. طبعا هذه هي الاشياء اللي شرحت لكم، هي عن الدايت وعن الكارديو والمكملات. اذا عندكم اي اسئلة تفضل اسألوني، وبحط لكم الشرح كامل عن الوجبات واوقات الكارديو والمكملات في الوصف. بس، وشكرا.